انت توا كيف تجيني هيك المقر؟ تأكدت ان ما فيش حد يراقب فيك؟ لا لا، جيت بسرية وتخفي بإذن الله. في جديد تو نتلاقوا في مكان تاني مع تجيني في المقر مرات يراقبوك ولا شيء وانت جاي في طريقك لهنا. كلامك مظبوط، مرات يبدأ حد يراقب فيه من غير ما أركز عليه. لكن المعلومات الأولية اللي أعطيتها لنا وصلتنا لمزرعة بعدتها وعتادها، وكانت معلومات جيدة الحقيقة. ما زال في معلومات، لكن حتوصلكم أول بأول. وانت حاول انك تتعمق فيهم، وحاول انك ما تثيرش اي شبهات نهائيا. في حالة ان حسوا بيك حيكون في خطر عليك. لحد الآن هم مطمنين إني مرات أعطوني رتبة أعلى من اللي فيها أنا تو. وهذا المطلوب حاليا بالضبط، انك تزيد تتعمق فيهم وتعرف من الرأس الكبير ومن المصادر، من وين يجيبوا، من مصادرهم، من اي دولة. ومعلومات اللي تقدر تحصل عليها تكون مفيدة لنا في الكشف على هذه الخلية الإجرامية. بالنسبة للمسؤولين هذا حينكشفوا الأول بالأول وفي أدلة بإذن الله. وانت زي ما قلت لك، حاول تتعمق وتجيب معلومات، والأهم من هذا كله سلامتك انت الشخصية. حسيت 1% خطر انسحب على طول، 1% خطر انسحب على طول. نزيد ونذكرك سلامتك عندي أهم مليون مرة. كلامك مظبوط، لأن أنا متعمق معاهم لي سنين، نعرف كل تصرفاتهم بإذن الله مش حننكشف. تمام وناس، ونزيد نوفيك بأي تفاصيل جديدة، وزي ما قلت لك رد بالك على روحك. بإذن الله. وتو بنعطيك جهاز جي بي اس صغير مخفي تخليه عندك في حالة انك حسيت بأي خطر، ترص تفعله، وبإذن الله تواني معدودة وتكون القوات عندك. بإذن الله. ومبدئيا هذه كل التعليمات ليك بالخصوص، وموفق في مهامك وفي حفظ الله ورعايته. تمام يا سيادة الوزير. على بركة الله. في بضاعة جاية، شحنة جديدة قوية المليون جاية من طريق البحر. جايبة واحد تمام معنا خزين من الروس اللي معنا، فهمتني؟ شنو من تجرب البضاعة. والله ايش بنقول لك، انا بضاعة نظيفة وتستحق. قصدي لين نستعمل القوة متاعي، لكن بندخلها يعني هي تستاهل عادي، خششها هنا. خلاص نعطوك جرب واعطينا رأيك شنو من. خلاص عادي، وصلني بالولد اللي بيجيبها لك ونجربوها البضاعة، كان تصلح يعني. خلاص بعتالي نمشوا للفيلا نتلاقوا أنا وأنت وهو ونتفاهموا. سهل بها. المهم قصدي ما عندناش راس في البلاد، يعني مش طيحنا في كمين. لا لا، قصدي دول وضع منظم غير ناقص لحد يدخل البضاعة بس. ايوه تمام، لان راهو كان بيطلع في كمين راهو بيصير فيها القتل. تم خيرك يا زفت خيرك. موضوع عندي عوار. تمام مية مية، راهو بيطلع في حاجة على رقبتك انت. منو قلت لك والله نشيك. تم بعدين معناتها نكلمك نمشوا لولد البيت نكمل الوضع معاه. خلاص توصل لي معاه ونتفقوا سهل عادي. تم.